الحمد لله الكريم ذي المنن على الثقال بفروض وسنن. الحمد لله الكريم ذي المنن على الثقال بفروض وسنن. شكرت لأنه قد ساقني لوطن به نفى ما غني وقادني إليه بالتهلي من بعد ما هزب بالتخلي وجرني فيه إلى العلوم والفوز والعمل بالمعلوم. ثم صلاة بالسلام التبعا على الذي قد يتبعا على الذي من به مراد اهتدى في السر والجهل يكون مهتدى. هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصار مدينة. وسيلتي لمالك الرفيع محمد الخير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم الخير النفوس والرجيم. هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدار لا أهاب. وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم. منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين. فكنت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك. مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك. ثم إليك لا إله سواك قد سرت لما لم أجد شرواك. فجدت لليوم بخير منني وقتني إلى اختفاء السنن. من بعد ما كان ابتداء الناس يدخلني في شرك الخناس. وكدت للأملاك والإبراء أزهد في التاريخ والإقرار. وفي التعلم وفي التعليم وفي اشتغال بهدى المعلوم. فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل. وببنيه وبناته معا ليسروا في السريع أجمعا. يا بر يا غفور يا حليم إني خمر تائب مريم. يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أقول. يا مالكي يا خالق الأنام أمن هوايا خلل المنام. يا خالقي يا كامل الصفات لك سقيت كثرة الآفات. وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي. منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك ركونا. منك أروم اليوم أن أكون ممن أبوا لخيرك ركونا. وأن أوديك بنادي المصطفى سنة
بسنته البيداء يا من اصطفى يا غافر الذنوب يا قريب إني عبيد ها هنا غريب لهب ذاك ولإخواني جميع سعادة الدارين حقا يا سميع هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة هب لي خير القسم في المقاسم ولزم الدين بجاه القاسم ولكشف الليل الهوى البهيمة بحرمة المحبوب إبراهيم وليسوق خير حلال طيب وخير جيران بحق الطيب وصفني في باطن الوظائر وارحم لي الخلق بحق الطاهر ورقني تقية خفية ببنته رقية الصفية وقي أذايا أغربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلام بأم كلثوم إلى القيامة وليجر ربي بحسن الخاتمة هنا وفي قدر ولستجب سؤالي وكن أنيسي واهدني من الضلال ونجني من اغترار وخلل ونجني ربي وأهل داري هنا وفي قدر من الأقدار ونجني والمسلمين من بلاء والتقي جسماني في قبر البلاد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا هب لي بجاه من هو المختار دنيا وأخرى وجعل حجابا بيننا وبين كل أذى ودفع عنا الحين بك وهب لي الأرب بمن ألا جملة علم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في الصلاة وصليا وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه واغفر ذنوبي وتقبل عملي وليا خير منى وأملي يا من على المكان والأرض إني ساكن هنا وفي مرض فكن أنيسي واسقني من السقم حتى أكون سالكا خير لقم يا عدل يا منزل يا من يؤمن أنت المدير يا هنا يا مؤمن فأبدا كن مؤمني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على زوجة وعن ولد خذني وخذ جميع أهل ذا البلد واجعل إلهي مسكني طبابا مثل اسمها بجاه خير من عبد وصليا عليه أفضل الصلاة وآله وصحبه التوبة
واستسلاما فكل من أساء ظنه بها فليقلب قلبه يا ربي ولتكفني أسى جميع العالمين وتكفي مزاح يا ربي أمين واجعل بنائي بناء عافية يجرني إلى خيول صافية واجعل بنائي بناء علمي وعمل بسنة وحلم واجعل بنائي بناء الاهتداء ودفع عني كيد كل ذي اعتداء ودفني درس الشيطان وحزبه الباقين في الأوطان ودفع عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرف سريعا لسيرين وتصرف الجملة ما يفسد عن يدي وعن داري سريعا حيث عن وتدخل المصلح في يدي وفي داري وثبته بالهادي الوفي وآلني وآل من يعينني وتكفني جملة ما يهينني ومسكني سلم من الفجار وابن على الأهل بما جاري ومسكني سلم من الفجار وابن على الأهل بما جاري وجعل ربي مننا المؤجلة جالبة لمنن المؤجلة يا حي يا قيوم كل مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بذاك خالدي إلى هناك وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير وكثر الخيرات هذا البلد ورزقه وتنفي عنك دين وتثبتا في جماعة تقيم الصلوات الخمسة يا حكيم ونجنا من شر هذا الزمن وشر خيره وكل فتنه واتقنا شر النصارى واليهود وشر ابليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبلدان وشر ما في الارض ضرا وسماء من ظاهر وباطن اكتتما يا كريم يا جليل حامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا كل نجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح وتورنا بفعل ما أحببت وتكفنا بفعل ما أبغضت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا صمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجائز اليوم وجاء من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه صل أبدا خير سلام
بها نرافق الخيار والثقال وهب لنا الذي آتانا وترك ما فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكنات ونجنا بجاهه من دعوى وتكف عنا كذبا ولهوا وتكفنا الهوى وما لا يهدي وبك دابا أغننا يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوبها المهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجرع وكفر اللاعبين فإننا وإن تجرنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالخفول وكن معيذنا من الوباء وكل نازل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يكون يا رب السماء وزن قلوبنا مع الجوارح للبر والتقوى بجاه الناصرين وسلي الأزكى صلاة دافعة عنا وباء من جلال مانعا عليه والآل بأفضل السلام وصحبه ومسكنه يا سلام وزكي نفسي وزدني علما يكشف في الدارين عني هما وطهر القلب وزدني أحيا وأعيني في طاعة يا ربي واجعل يميني كسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسلكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب وشهر رجب جلي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق الفاروق وليهب سعادة الدارين بحق عثمان أخي النورين ثم بحرمة الإمام الأعلي هب لي في الدارين زيدا يعتلي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اقبل نظمنا بحرمة الحسن والحسين مع حرمة كل من إلى الصحب الجمال وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة القر الكرام
وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المأمور زيارة وما يزوره من ملك فوق السماء وجاء كل ذي هدى من صالح أو مسجد أو عابد أو ناسه وجاء كل من إليك ينسب هب لي يما منك جميعا النبوة وتكفني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا معيذ فتجمع بيني هنا وبين ما يسوقني إليك حيث علما وكل ما كيهوق يا بديع فلتفرقا بيني وبينه سريع أنا الذي أسلمت وجهي هنا إليك عاصما على نفسنا أنا الذي لست أميل أبدا إلى سواك هنا ثم غدا لمنا وأنت ربي الوكيل وأنت حسبي فلا أميل يا بر أنت ربي الوهاب وفي فتوحاتك لا أتاب يا بر أنت ربي المسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا رب أنت ذو البحار الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا بدر أنت ذو الخطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد مولاي أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت الذي تري محبي كونك وأنت حسبي فلا أبغي سواك فبهما يلي كل اسم أزيد عن كل زينات وزفر كل حين وتكفني يا ذا البقاء والقدم أتى الذي مشى إلي بالقدم وشر من يركب الساسلاه وشر ما يطير ساجناه وشر من يجلس بالكلام وشر سيدج وزي قيام وشر من ينفذ في العقود وشر ساهر وزي جهود بك أخذت يا إلهي الأسدا وحية وأسفلا وعاقدا ونافسا وسارقا وعائلا وساهرا وطارقا والإنس والجن معا عني وعن جميع من قد أسلموا فيما علم بألف ألف لفظ لا حول ولا قوة إلا بالإله سولا ونجني من شر ساكن البلد وشر كل والد وما ولد وتكفني شرف من وعيني وكل من قصدني بالعين ونجني من ظلم كل ظالم وشر كل جاهل وعالم
وكل سامد وكل ناطق وكل مالك وكل طارق وكل عسل وكل فاضل وكل خائل وكل صائم وكل طائر وكل ماشي وكل خامل وكل فاسد وكل حاسد وكل سالم وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجيد من شر جن مع شيطان مريد وشر ذي القرب وشر النار والهر والبر وشر الماء وسود المياه وأيدني أبد وطهر القلب وصفح الجسد وهب لي القيام في الليالي وصوم في النهار بالإكمال وخليني من الرذائل وكن مجملي بالفضائل وزكي لبي وافتح الأقليا فتى مبينا لا إله مثليا وليا حزافة ونورا وفي الصراط يسر المرورا وهب لي الذكر بشكر كل حين وهدني من جملة المقربين وهب لي الذكرى بشكر كل حين وهدني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي دليلي واسفني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أسير راسخا قدما وكن معيني على الشيطان والنفس والخلق مدى الأزمان ولي في الدارين كن مآسى وفي مالي لا تزل ملاسا وصفيني قالبا وقلبا ولي تلقية وحبا وكن ولي في الحياة ولدا موتي وفي القبر وفي الحشر غدا ولا تسلي يا حفيظ آميا وحافظا وحاجبا وراديا وجاسبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومدفا بكل ما ينفعني وبالكفاء وبسلك المسالك الخلاصي وتكفني عن جملة المعاصي وبسلك الذي طريق الأولياء النجبى للمخلصين الأصفياء وأولني سعادة للسرراء شقاوة من بعدها أو ضللا وتثبت حبك في فؤادي وحب خير الخلق في ضماني وحب آله وصحبه جميع ثم تحب كل مسلم مطيع يا ربنا يا سمعتا يا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم عليه صلي الخير سلام تقودني إلى ملاقاة الهدى وترني بكل مسلم ونجني من شر كل مجرم وارني
طاعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخرج الأخيار من فؤادي وتدخل الأنوار في هادي وكن معيني على ما يصلح وتكفني جملة ما يخفف وترني دقائق الأسرار من علمك النافع والأنوار وهب لي اليقين والعرفان والذوق والغفران والرضوان والاستقامة على العبادة والكسب والخيانة والسعادة وأصلح الأمة خير المرسلين وفرج عنهم جميعا يا عليم وارحم وبارك المعافي كلهم ونجهم والتف واغفر لهم واجعلني يا ربي من أعظم العباد منك حظا ونصيبا في تمام واجعل جميع حركاتي لك وسكناتي طاعة بفضلك واجعل حياتي ومماتي في السنن والفرد والمندوب سرا وعلنا واجعل مماتي راحة لي من نصب ومن جوى ومن حرام ووسط وعمل كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني المسكن المباركا وسيرني سالكا وناسكا أدعوك أن تجعله دار التقى والعلم والدين ودار الاتقاء وجنة لسالك مريد وجنة عن هالك مريد ومنفعا لكل هاد مسلمين ومرفعا عن كل هاد مجرمين وحجة لمن بدون ارتدى وحجة على مخالف الغدا ومطلبا لطاعة الرحيم ومهربا من طاعة الرجيم ومسلكا لسبل اتباع ومهلكا لسبل ابتداء ومسكنا لجلب كل خير ومسكنا لنفع كل دين وسببا لفتح خير الخير وسببا لنفع غير العيب وأرض على رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسواء والأقدار بالمصطفى فكل سوء واغفر لمن بنوا بناء الرفيع واغفر لمن أمرهم به جميع ولجميع من أعانهم على بنائها الذي بفضلك اعتلى واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لا لخير ركنا واغفر لكل من بها قد سكنا وللذي لا لخير ركنا ودينا الفازات الامتلاء نورا ورحمة بلا انتهاء ورزقا جعلت يبا الحلال في العسر واليسر على توالي ولي
ورفعة السيق بقلب يخشع وليبني دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى والبر معين وأسبلا كنف سدرك بدر علي مع جملة أهلي يا سمد واضرب سرادقا لحفظك على داري وما فيها جميعا مسجلا وادخل الجميع في مكنون غيبك واجبنا عن الفتون وعن سرار الخلق والرسايا والجن والشيطان والبلايا وعمرني بالتقى والنور والسود والورع في الدهور ومسكن المسكن القرآن والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار سنة ومنجا من بدع واجعله دفا مسكن التعلم وموضع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصوير والتفهيم واجعل مسكن الخروج من ظلم للنور واكف عنه كل من ظلم واجعل دربا مسكن اتباع لسنة الله مسكن ابتداء واجعله يا ربي أحب مسكني في أرضنا لك وللماء سليم ودع مداري عن الفجور والفسق والباطل في الدهور وانفي الوباء والبلايا كلها عنا وطيب شرها واكلها واجعل هريمنا هريمنا آمنا وكن بحفظه كفيلا ضامنا واجلب لها الخير من الجهاد الصدق واكفها عن الآفات غني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكل ما أقول يا الله يا عزيز يا سلمي يا فارق الخلق معا بالقهر نفسي وديني ثم أهلي والولد ومسكني لك وديعة الأبد وهكذا دنياي مع أخراي وفيهما أنس في الرزايا واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء زمن وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والأجانب فليكن مثلا ودفا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم جميع المسلمين أبدا وصليا وسلما سرمدا على محمد وسيلتي لك ولي حسن الختام عندك وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب الإجابة وتصرف الصلاة للصحابة عن آله وهب